السلام عليكم، ولاء عبد العزيز معاكم، صاحبة سنتر بكار مول بيوتي سنتر للتجميل. كان معايا سؤال مهم جدا عن البلسم وحمام الكريم وايه المدة المناسبة، وليه بحذر ان البلسم نسيبه دقيقتين، التالتة تعتبر خطر. انا نفسي اقول لكم ان البي اتش او نسبة الحموضة مهم جدا لمعادلة القلوية اللي في الشامبو، ولكن ان زادت المدة عن المعدل المسموح بندخل في خطورة في البصيلات. فخلي بالكم، التزمي بحمام الكريم او بالمده اللي مكتوبه على حمام الكريم بعد الشامبو. يعني لو قال لك حمام الكريم 5 دقائق بعد الشامبو، لو اقل هتبقى مش هتاخدي نسبه الرطوبه الكامله، ولكن اعلى بنبدا في خطر للبصيلات. فخلي بالكم من النقطه دي. البلسم دقيقتين فقط لا غير، ما توصليهوش اصلا ل3 دقائق اي نوع بلسم مهما كان. أما حمام الكريم لو مكتوب 5 دقايق 10 دقايق 15 20، تنزلي بالمدة ماشي، ولكن ما تطلعيش أبدا عن المدة المسموحة، لأن هي دي مشكلة حمامات الكريم. لأن أنا اتفاجئت إن في ناس بيسيبوها بالربع ساعة وبالنص ساعة، واتفاجئت أكتر إنهم بيسيبوها لحد الساعة علشان تعمل رطوبة أكتر. ده خطر. ولو عندك أي استفسار ابعتيلي على لينك القناة أو على الخاص، هتواصل معاكي فورا.